السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم جمعة والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كالعادة ريوقنا أو الإفطار كاهي وقمر عرب وبيض سلق. طبعا حضرت الريوق وتريقنا أنا وحبايب قلبي. هذني نباتات الجميلات أشوفكم وياهن. أكيد حبايب قلبي كلهم يعني العراقيين بصورة عامة. الريوق يوم الجمعة قمر عرب وكاهي، وألف عافية على عيونكم الحلوة وعلى قلبكم. طبعا هنا تريقنا وكملنا ريوقنا، ولا ننسى حبيبنا الصغير همينا سوينا الأكلة مالته الشهيرة، تفاح وجزر والمواد الحبشكلات وياها. هاي المرة ضفت لهن دبس مو تمر، يعني حبها حيل. هاي الأكلة مال النونو اللي عندنا الصغير، هاي الشوربة مالته كلش طيبة، شوفان وتفاحة وجزر. وهاي المرة خليت 3 خواشق تقريبا أو ملعق دبس. وهاي الغلاية مالته. ورحت للسوق جبت غدا سمك. طبعا السمك ما شاء الله حيل مفيد للصحة ويقوي الشعر. فنظفتهن ما يصير البطن السمكة تغسلوها، لازم تمسحوها هيك بالكنينس تنظفوها. أبد غسلوها يعني ظهرها غسلوه، وبطنها ما تغسلوها. بعدين خليت لها ليمون، ثقبتها البطن مالتها على مود يتداخل باللحم مال السمك. وصعدناهن فوق شويناهن. هاي الشواية مالتنا، هاي الشواية ابني سوالنا اياها ما شاء الله حيل فادتنا. وهنا بعد ان استوى الوجه خلينا عليه هاي الخلطة المتكونة من صاص وكاتشب ودبس الرمان وخاشوقة، يعني ملعقة واحدة من المعجون. إذا تخلون المعجون هواي راح يحترق، يصير لونه أسود. المعجون يحترق مو مثل البقية. وملح وليمون لمندوزي مسحنا وجهه، وبعدين قلبناه على الوجه الثاني. وهسه كملت واستوت، وألف عافية. لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة، وشكرا.